الحمد لله الاهلي قدر يتوج بالبرونزيه الرابعه في تاريخه في مونديال العالم للانديه. الاهلي قدر ان هو يتفوق على فريق اوراوا الياباني بنتيجه تقيله قوي 4-2. الاهلي بيأكد ان هو كان الاحق والاقدر بالوصول للنهائي قدام مانشستر سيتي. فريق فلومينينسي البرازيلي اتغلب برباعيه نظيفه مع الرأفه قدام مانشستر سيتي. لو كان الشحات بس وكهربا ركزوا في مباراه فلومينينسي كان زماننا احنا اللي واخدين المركز الثاني، لكن الخيره فيما اختاره الله. فريق كبير جدا، وشكرا لمارسيل كولر اللي يستاهل بجد ميداليه على اللي عمله مع الاهلي في كاس العالم للانديه. هنتكلم عن مباراة الاهلي واوراوا الياباني، وكمان هنرد على الاخ تمورة، وهنتكلم عن كل الايجابيات والسلبيات اللي حصلت في كاس العالم للانديه في السعوديه في حلقه جديده مع الباش لعيب دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك عزيزي المشاهد. وقبل ما نبدأ حلقتنا لازم كلنا نصلي على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وما تنساش إخواتنا في غزة من دعائك، ربنا ينصرهم بإذن الله نصر عزيز مقتدر. ولو عجبتك الحلقة تدعمنا بشير ولايك للفيديو، ويلا بينا. الأهلي عالمي، هتروح يمين تروح شمال، الأهلي عالمي. الأهلي بيحطم كل الأرقام. الاهلي هو سيد سادات افريقيا وسيد سادات العرب في اي محفل دولي. الاهلي بيقدر ان هو يكتب اسمه دايما بحروف من نور، لذلك اي ترس موجود جوه الكيان العظيم ده يا بخته يا هناه يا سعده. مارسيل كولر قدر ان هو يتوج بالبرونزيه الرابعه في تاريخ النادي الاهلي، والاولى ليه. البرونزيه دي كان يستحقها مارسيل كولر نتيجه للاداء العظيم اللي عمله مع النادي الاهلي في البطولتين اللي لعبهم مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، سواء السنه اللي فاتت في المغرب او السنه دي في السعوديه. الاهلي مع مارسيل كولر قدر يحقق رقم ما حققوش انديه قبل كده. الاهلي قدر يسجل 14 هدف في النسختين، وده رقم كبير جدا قدر يسجله مارسيل كولر. مارسيل كولر بيعادل رقم موسيماني في عدد الانتصارات ب4 انتصارات في النسختين اللي لعبهم، بواقع ان هو سجل اهداف اكتر، يعني اداء اعلى واداء احسن. مارسيل كولر كمان مع لعيبته بيسجلوا اكبر نسبه فرص في البطوله على الثلاث ماتشات اللي لعبوهم السنه دي. يعني مارسيل كولر بيحقق كل الارقام. يجي واحد بعد كده عجلاتي يقول لك مارسيل كولر ما بيفهمش. ده مارسيل كولر بسببه جمهور النادي الاهلي كان بيطمح في ان هو يوصل للميداليه الفضيه، للمركز الثاني. ما تفتكرهاش سهله، لا صعب. الاهلي غلب اوراوا الياباني اللي هو غلب الهلال السعودي في النهائي، خد منه بطوله اسيا. الهلال السعودي ده اللي قدر في النسخة اللي فاتت ان هو يوصل لنهائي البطولة قدام ريال مدريد الاسباني. اوراوا ده قدر ان هو يغلبه في نهائي كاس اسيا وياخد منه البطولة بصف النجوم اللي كان موجود في الهلال السعودي. واخد بالك يا تمورة؟ قدر يغلبه اوراوا الياباني اللي الاهلي النهارده حطه في نص ملعبه واداله فين يوجعك 1 2 3 4. ده الاهلي عمله. يبقى لما تقارن الاهلي باي فريق عربي، الاهلي هو الطب. لما تقارن الاهلي باي فريق في افريقيا، الاهلي هو الطب. الاهلي ما عرفوش الحظ ان هو يوصل لنهائي البطوله، لكن ان شاء الله مع مارسيل كولر ان شاء الله باذن الله ممكن نشوف الاهلي يوصل لابعد مدى في بطوله 2025. مارسيل كولر قدام اوراوا الياباني ركز على نقاط الضعف اللي موجوده عند الفريق الياباني، اللي بتتمثل في انهم لعيبه ما بتقدرش تطلع الكوره وهم تحت ضغط. عشان كده مارسيل كولر ضغط بشكل كبير جدا في الشوط الاولاني باكتر عدد من اللعيبه. شفنا كوكا اللي قدم بطوله رائعه جدا، بيتقدم لقدام في الشوط الاولاني وبيضغط من منطقه جزاء فريق اوراوا الياباني، وهو السبب في دخول الجول الثاني اللي سجله بيرسي تاو. الضغط ومنظومه الضغط اللي انت شفتها دي منظومه عملها مارسيل كولر من بدايه البطوله، لكن كثفها قوي في المباراتين سواء فلومينينسي او حتى مباراه اوراوا الياباني، نتيجه لان الفريقين دول ما بيقدروش يطلعوا الكوره تحت الضغط
ولو كان اللعيبه في حالتها في ماتش فلومينينسي كان ممكن نشوف الضغط ده يثمر عنه اهداف زي ما حصل قدام اوراوا الياباني. كمان مارسيل كولر ركز على نقطه ضعف مهمه جدا في فريق اوراوا الياباني، ان حارس المرمى بتاعهم عنده مشكله مع التسديدات، وده اللي خلى محمد هاني يشوط تسديده قويه جدا سجلها ياسر ابراهيم جون في اول تلت ساعه. الكرة دي كمان حظنا حلو ان ياسر حجز على كهربا وسجلها هو جون، لان كهربا كان في موقف متسلل، وياسر ابراهيم بالجون ده دخل العالمية. ليه؟ لان ياسر بقى ثالث مدافع او تاني مدافع يسجل اهداف في بطولة كاس العالم للاندية بعد سيرجيو راموس مع ريال مدريد. لعيبة الاهلي في الشوط الاولاني تحديدا جريوا عدد كيلوات رهيب جدا نتيجة للضغط الكبير اللي كانوا بيعملوه، ده اللي خلاهم بعد الجون الثاني يعملوا كده، يعني ايه، يعني يخملوا شوية، يتكاسلوا شوية، يستهتروا شوية. ده اللي خلى فريق اوراوا في اخر 3 دقايق يقدر ان هو يسجل جون اوراوا ده لو بصيت عليه كده في اخطاء مركبه من دفاع الاهلي، من التغطيه من حسين الشحات وعلي معلول وكمان محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم ومحمد الشناوي في تحركه تحت الثلاث خشبات. لكن شوف الفينشر بقى العالي، الفينشر العالي من مهاجم فريق اوراوا الياباني، من لمسه واحده والكره نازله على الارض بيسجلها هدف في اخر الشوط الاولاني عشان ينتهي الشوط بنتيجه 2-1. التكاسل اللي كان عند لعيبه الاهلي ده كمل معاهم كمان في بدايه الشوط الثاني، ولبسنا ضربه جزاء عن طريق محمد هاني سجلها اوراوا الياباني عشان يتعادل 2-2. لكن قبل ما اتكلم على الجون الثاني اللي هو من ضربه جزاء، بص على التغييرات اللي عملها فريق اوراوا الياباني عن طريق مدربهم البولندي سكارزا، اللي نزل 2 مهمين جدا. كان الهدف منهم ان هم يقفلوا نص الملعب وكمان يضغطوا على النادي الاهلي من ناحيه اليمين بتاعتهم اللي هي ناحيه الشمال ورا علي معلول. الاثنين لعيبه اللي نزلوا دول سواء كان ناكاجاما او لينسن، كان الهدف الرئيسي من نزولهم ان هو يمسك نص الملعب ويضغط على علي معلول، ومن هنا رفع الكوره اللي حصل منها على ضربه الجزاء نتيجه لمسه يد في ايد محمد هاني. وبالمناسبه الحكمه الامريكيه قدمت مباراه كبيره جدا جدا جدا، كان عندها ثبات انفعالي كبير جدا، كانت بتحاول بكل الطرق ان هي تبقى عادله ما بين الفرقتين وما تتحيزش لفريق على حساب التاني. وعشان تعرف بقى ان مارسيل كولر بيتعلم من اخطائه، هتبص بعد ضربة الجزاء مارسيل كولر بيعمل تغييرين فرقوا جدا مع اداء النادي الاهلي. احنا لسه متكلمين ان تغييرات البولندي سكورزا كان هدفها ان هو يضغط على النادي الاهلي من ناحيه اليمين بتاعته اللي هي ناحيه الشمال اللي فيها علي معلول، وهنا مارسيل كولر نزل كريم فؤاد وسحب حسين الشحات عشان خاطر المخزون البدني بتاع حسين اللي قل كتير مع بدايه الشوط الثاني، نتيجه لان هو لعب الماتشين اللي قبل كده كاملين وكمان لعب الشوط الاول كامل قدام اوراوا، فنزل كريم فؤاد. والهدف من نزول كريم ان هو يعمل انتعاشه للجبهه دي، وكمان كريم عنده مخزون بدني كتير وكريم سريع، فهيقلب الدنيا في الجبهه دي وبالتالي هيحمي الجبهه دي دفاعيا مع علي معلول. التبديل الثاني هو نزول محمد طاهر مكان كهربا زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت انه عنده مشكله في ان هو يرجع مع الفريق عشان خاطر يضغط على اللعيب اللي هو حامل الكوره، وعنده شويه بطء شويه، تحس ان كهربا مش فورمه او عنده اصابه. فنزول محمد طاهر كان مهم جدا. طاهر عنده قوه جسمانيه كبيره، طاهر بيقاتل على كل كوره وبيضايق اللعيب الحامل الكوره، وكان مايل شويه كمان ناحيه كريم فؤاد عشان يقفل الجبهه اللي احنا اتكلمنا عليها بتاعه علي معلول. وقدر مارسيل كولر مع النزول الاثنين دول يسجل الهدف الثالث عن طريق علي معلول. الجول ما اتحسبش لعلي بس انا هحسبه لعلي، هو الجون بتاع علي، التسديده بتاعت علي اللي ردت فيه مدافع اوراوا ودخلت جون. الجون ده جه في وقت قاتل جدا مع
نزول الاثنين اللي اتكلمنا عليهم سواء كريم فؤاد او طاهر محمد طاهر، وبعد كده بقى الاهلي سيطر على المباراه تماما. هتبص على امام عاشور، امام عاشور قدم واحد من الماتشات الكبيره جدا من ساعه ما جه النادي الاهلي. امام عاشور وتمركزه قدام محمد هاني عشان يدي حريه اكبر لبيرسي تاو، والجبهه دي عملت ازعاج كبير جدا لدفاع فريق اوراوا الياباني. هتلاقي ان ضربه الجزاء اللي اتحسبت بعد كده لكريم فؤاد كانت مرفوعه من الناحيه دي، وفي تبادل مراكز ما بين امام عاشور ومحمد هاني وكمان معاهم بيرسي تاو هم السبب في ضربة الجزاء بعد تدخل مدافع فريق اوراوا الياباني على كريم فؤاد. ولكن للأسف علي معلول بيشوطها شوطة وحشة قوي ويضيع ضربة جزاء كانت مهمة جدا ان هي تريحك من الدقيقة تقريبا 73. في اللحظة بتاعت ضربة الجزاء دي فريق اوراوا عمل تغييرة محدش خد باله منها، ان هو طلع الارتكاز الثاني اللي كان بيلعب في نص ملعب فريق اوراوا الياباني وهو اتسوكي ايتو. اللعيب ده كان وظيفته ان هو يبقى صدادة او بيلعب كنمرة 6 قدام خط دفاع فريق اوراوا، ومع طلوعه المساحة دي كلها بقت فاضية، فشفنا كمية فرص بتضيع من النادي الاهلي وكمية انفرادات بتضيع من النادي الاهلي نتيجة لعدم وجود تغطية في المكان ده. استغل عدم وجوده طاهر محمد طاهر وكريم فؤاد بشكل مميز جدا ومعاهم بيرسي تاو، لكن زي ما قلنا ان المخزون البدني بتاع اللعيبه فرق كتير جدا بسبب الضغط اللي كانوا عاملينه في الشوط الاولاني. فامام عاشور قل شويه وكمان معاه بيرسي تاو، وكانت التبديله بتاعت نزول عمرو السوليه كان هدفها الاساسي ان انا ابتدي املا المساحه اللي امام عاشور ما قدرش ان هو يملاها نتيجه للمجهود البدني اللي بذله الكبير جدا، واديت حريه لامام في ان هو يتحرك سواء يمين او شمال. وشفنا برضو اكتر من فرصه قدر يصنعها النادي الاهلي في الفتره دي، الى ان قرر مارسيل كولر ان هو يأمن دفاعاته بشكل كبير جدا، وكمان يأمن الكرات العرضية اللي تميز بيها فريق اوراوا الياباني في الدقائق الاخيرة بنزول رامي ربيعة عشان خاطر يقفل مية ونور على فريق اوراوا لغاية ما تنتهي المباراة. وشفنا الهجمة اللي طلع بيها طاهر محمد طاهر وإمام عاشور كان فيها 2 لعيبة بس من النادي الاهلي، ولكن قدر امام عشان خاطر هو بصراحة كان في يومه ويستاهل ان هو نجم المباراة يحصل منها على فاول في الدقائق الاخيرة من المباراة، ويتوج الاسطورة علي معلول بهدف رائع جدا 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 عشان يبقى على رأس هدافين البطولة. هدف بيسجله شبه هدف الكابتن محمد ابو تريكة في تحقيق البرونزية الاولى في تاريخ النادي الاهلي، عشان خاطر يتوج مجهوده مع النادي الاهلي بجون جميل جدا جدا جدا. الاهلي قدم بطولة كبيرة وليها مكاسب كتير جدا هنتكلم عليها. اول مكاسب ان انت عندك لعيب زي كوكا قدرت ان انت تكتشفه في نص الملعب، لعيب قدر يقوم بكل الادوار المركبه اللي طلبها منه مارسيل كولر، سواء في الضغط اللي هو يقوم بيه على حامل الكوره من منطقه جزاء وده شفناه في مباراه اتحاد جده وفي مباراه اوراوا الياباني، او ان هو يقوم باللعيب نمره 6 ويغطي ورا مروان عطيه لما مروان بيضغط، وشفناها في اكتر من كورة في مباراة الاتحاد تحديدا، او حتى بعد خروج مروان عطية ونزول عمرو السولية في مباراة اوراوا الياباني. لعيب مهم جدا احمد نبيل كوكا، مكسب كبير قوي للنادي الاهلي واكتشافه في المركز ده، وان شاء الله هيبقى مكسب كمان لمنتخب مصر في بطولة كاس الامم الافريقيه في كوت ديفوار. كمان من المكاسب المهمه جدا ياسر ابراهيم. ياسر رجوله، ياسر قدر ان هو يتغير تماما من لعيب بيطفش الكره وخلاص لعيب بيباصي بيبص حواليه بيغطي تغطيه كويسه وكمان بيسجل اهداف. ده اللي خلى ياسر يبقى من مصاف النجوم الكبار في بطوله زي بطوله كاس العالم للانديه بتسجيله 3 اهداف، هدفين في مرمى الهلال السعودي وهدف قدام اوراوا الياباني. وطبعا من اهم المكاسب امام عاشور في اول بطوله ليه في كاس العالم للانديه بياخد ميداليه برونزيه، بيبقى رجل مباراه اوراوا الياباني في تحديد المركز الثالث والرابع، كمان بيسجل هدف عشان خاطر يسجل اسمه من ضمن اللعيبه اللي سجلوا للنادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه. وكل ده ما كانش هيشوفه غير لو دخل من بوابه النادي الاهلي. غير النادي الاهلي مش هتشوفه ابدا حد بيلعب في كاس العالم للانديه بالقوه وبالشراسه دي، عشان خاطر دايما النادي الاهلي هو اكبر فريق عربي واكبر فريق افريقي واكتر حد بيقدر يمثل القاره الافريقيه والعرب بتمثيل رائع
وتمثيل مشرف. الاهلي مع مارسيل كولر تحديدا طوال المباريات اللي لعبها في كاس العالم للانديه دايما هو الفريق السباب الهجوم، كان دايما الفريق اللي بيقدر ان هو يصنع اهداف ويسجل اهداف حتى قدام عظام اوروبا. وهنا بس دي كانت كل تحليلاتنا وتعليقاتنا عن فوز النادي الاهلي بالميداليه البرونزيه للمره الرابعه في تاريخه. مبروك لكل المنظومه اللي موجوده في النادي الاهلي سواء لاعبين او مجلس اداره، ومبروك جدا لمارسيل كولر اللي تعب بشكل كبير جدا عشان خاطر يعمل فريق قوي ومرعب في بطوله كاس العالم للانديه. وطبعا مبروك لشعب الاهلي العظيم اللي بيسافر ورا النادي الاهلي في اي حته. وان شاء الله باذن الله البطوله الجايه هنشوف اهلي مختلف يقدر يقارع كبار اوروبا في البطوله اللي هيبقى فيها 12 فريق اوروبي. وان شاء الله باذن الله ممكن يا رب نشوف النادي الاهلي في النهائي. ما تنساش عزيزي المشاهد لو عجبتك الحلقه تدعمنا بشير ولايك للفيديو وكمان سبسكرايب للقناه، واستناني في حلقه جديده مع الباش لعيب، والسلام عليكم.